جاهز تشوف إحصائيات القناة بتاعة محمد علاء؟ محمد علاء الشخص اللي قدامك ده وعدكم وعد أول ما بدأ إن مهما القناة كبرت هفضل أوريكم إحصائياتها من أول يوم بدأت فيه لحد اليوم اللي وقفت فيه، والنهاردة شهر 1 هوريكم إحصائيات القناة بتاعة العبد لله، ويمكن تبقى القناة دي حافز ليكم. تمام. القناة دي كنا عاملينها بالظبط من 4 شهور أو 5 شهور، والقناة دي طبعا بعد توفيق ربنا العالمين الحمد لله، يعني في الأول وفي الآخر بعد اتباع القواعد الصح واتباع الطريقة الصحيحة في النشر واتباع استراتيجيات قوية، الحمد لله رب العالمين قدرنا نجيب فيها 4219 مشترك. قدرنا نفعل فيها الربح وبقينا بندخل فيها ارباح، يعني زي ما انت ما شايف في اخر 28 يوم $40. طبعا هو يمكن مش رقم كبير بس يعني احسن من ما فيش، وطبعا الشهر اللي بعديه ان شاء الله المفروض الرقم ده يكون ضعف الرقم اللي انت شايفه حالا. انا مبدئيا كمحمد علاء بوفر لك خدمه في القناه اسمها خدمه اداره القنوات. خدمه اداره القنوات دي يعني في 20 ثانيه بس افهمك الخدمه دي بتعمل ايه. انا بدير لك القناه بتاعتك، بخليك تمشي على نفس الطريق اللي انا مشيت عليه. المفروض ان بعد فضل الله، بعد فضل الله طبعا دي بعد توفيق ربنا، انا مش بوعدك بحاجه عشان بس ما تقولش ان انا منصب عليك. المفروض ان انت بعد فتره بتوصل لنتائج زي كده، اقل من كده، اعلى من كده، دي حاجه بتاعت ربنا. ولكن القناه دي معموله من شهر 8 في 2025، ما كملتش تقريبا 5 شهور او 5 شهور ممكن. طيب عشان ما نرغيش كتير، لو انت حابب تشترك في خدمه اداره القنوات هتلاقي رقمنا في البايو بتاع الصفحه الرئيسيه في القناه. طبعا هو رقم واتساب، يعني التواصل واتساب، وهي خدمه مدفوعه يا جماعه، بكررها خدمه مدفوعه، خدمه مدفوعه. احنا في 28 يوم اللي فاتوا بس محققين ال 4000 ساعه بتوع اللي انت نفسك تجيبهم يعني. طيب اول حاجه انا بخش في الاحصائيات بتاعه القناه. تمام. طبعا انت يمكن شايف ان الدنيا حلوه، يعني 85,000 مشاهده و4000 ساعه و1300 مشترك و$40، ده في اخر 28 يوم. بس انا مش عايزك تشوف الصوره كده، لان الصوره مختلفه عن كده قوي. تعالى كده، عشان في ناس منكم كتير جدا 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 بيبعتوا لي في البرايفت او بيبعتوا لي على في بقرا التعليقات بتاعتكم، يقولوا لي يا محمد احنا بقالنا شهر واحبطنا وما اعرفش ايه، ومفكر ان محمد يعني ما كانش بيعمل اي حاجه في حياته وكانت الدنيا مانجه معاه. لا يا حبيبي، تعالى كده، تعالى في فتره مخصصه وارجع كده اهو لحد شهر اغسطس. تعالى اهو 1/8 ل 31/8. أه والله ايوه انت شايف صح، 3967 مشاهده في اول شهر ليا في اليوتيوب. وحملنا كام فيديو؟ هصدمك بقى، تعال محتوى، وبعد كده ندوس على الكل. حملنا 35 فيديو. ايوه انت قريتها صح، 35 فيديو. يعني يا محمد يا علاء ده احنا رافعين 10 فيديوهات وجالنا احباط، انت رفعت 35 فيديو؟ والله قدام حضرتك اهو. طب جبنا كام ساعه؟ 126 ساعه. طب كام مشترك؟ 117 مشترك، ده في اول شهر. طيب لو انا بقى كنت احبطت وقعدت مكاني وقلت خلاص بقى اليوتيوب ده جاي عليا واليوتيوب مستقصدني وي 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 وي، ما كنتش كملت الشهر اللي بعده. تعالى كده في 1/9 فتره مخصصه، 1/9 ل 31 او سوري 30/9، وبعد كده نعمل تطبيق. زي ما انت ما شايف في الشهر الثاني الاحصائيات اتضربت في 5 يعتبر. جبنا 17700 مشاهده، 533 ساعه، 360 مشترك. ما حدش بيعمل اللي انا بعمله ده الا وانا مثلا والمتوحد فكره وكم يوتيوبر كمان اللي بنعرض احصائياتنا بالشكل ده. في يوتيوبرز ثانيين بيخافوا، وطبعا هم ليهم حريه كامله، بس انا بس بوريك قدام عينك. تعالى كده نخش في المحتوى ونشوف احنا رفعنا كام فيديو في الفتره دي. نخش على الكل، 102 فيديو. والله يا محمد والله العظيم، يعني في الشهر ده يا محمد انت رفعت 102 فيديو. والله والله العظيم 102 فيديو. وركز معايا، انا بتكلم فيديوهات كبيره مش فيديوهات قصيره، مش الفيديو اللي مدته دقيقه و20 ثانيه، لا يا حبيبي، ده فيديوهات كبيره يا بابا، خدت نت، خدت فلوس، خدت اللي خدته. وفي الاخر ادتني كام؟ ادتني 533 ساعه، وادتني 17700 مشترك، سوري، و17700 مشاهد، و360 مشترك. يعني انا كل ده ما كنتش جبت ال1000 ولا كنت جبت ال4000 ساعه، بالرغم ان انا في اول الفيديو بقول لك في اخر 28 يوم جايب 1300 مشترك و4000 ساعه في اخر 28 يوم. الحمد لله بعد توفيق ربنا، عشان ما كنتش بحسد نفسي. يا ريت يا جماعه نقول ما شاء الله، ويا ريتك تصلي على النبي ده قبل اي حاجه. طيب شهر 10 بقى عملنا ايه؟ المفروض عشان اعرف انا ماشي صح ولا لا، المفروض ان الشهر اللي بعديه يكون اعلى من الشهر اللي قبليه.
ليه؟ لان انت المفروض في تطور. انت لو انت مثلا شهر جبت 100,000 والشهر اللي بعديه جبت 10,000 يبقى انت في مشكله في قناتك. تعالى بقى في 1/10 فتره مخصصه 1 اكتوبر ل 31 اكتوبر زي ما انت ما شايف. من هنا بقى بدات القناه تنط. بمعنى طبعا زي ما انت ما شايف بننزل بشكل يومي. في الشهر ده انا ما نزلتش يوم واحد بس، وكان عندي مشكله في البيت يعني ساعتها. لو دخلنا في كلمه المحتوى قبل بس من انت كده انت قريتهم، وتعال نشوف الكل. رفعنا 72 فيديو. تعرف النظره عامه 45,000 مشاهده، والشهر اللي قبليه كنا جايبين 17، والشهر اللي قبليه كنا جايبين 3,900. لو انت كنت ركنت في اول شهر ما كنتش وصلت للحاجات دي. الساعات قول يعتبر 2000 ساعه في الشهر ده. المشتركين 1000 مشترك، يعني انا شرط ال 1000 مشترك يعتبر جبته في الشهر ده. طيب الشهر اللي بعديه بقى ايه؟ من هنا بقى جت المفاجاه. الشهر اللي بعديه زي ما انت مش شايف خانه الايرادات مصفره بقى لها 3 شهور ما بناخدش جنيه. لحد دلوقتي ما خدناش جنيه. تعالى بقى في نوفمبر بدأت كل حاجة توضح قدامك. في الشهر ده أنا خدت وعد على نفسي إن لازم هحقق الربح، يعني لازم هحقق الربح. طيب إيه اللي يثبت صحة كلامك؟ أنت ما جيتش في جمل، تعالى موريك. بص يا باشا، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بالأربع والثلاث فيديوهات في اليوم. يعني أنت واخد بالك؟ أنت واخد بالك صح؟ يعني أنت مركز معايا. طب تعالى كده، يعني انا كنت في الشهر ده جبت ال 4000 ساعه، وكنت جبت ال 1000 مشترك، وكنت حققت ربح. تقول 2 دولار في 57,000 مشاهده؟ اقول لك لا طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. لان انا فعلت يوم بالظبط، كان يوم تقريبا 27 يا 28، يعني في اخر 3 ايام او يومين في الشهر. طيب طب رفعنا كام فيديو؟ تعال نخش على المحتوى، وتعال نخش في كلمه الكل. 76 فيديو. يعني انا بقالي 4 شهور بال 76 فيديو في الشهر، بال 102 فيديو في الشهر، بال 55 فيديو، بال 30 فيديو، وانت ركنت في اول 10 فيديوهات او 5 فيديوهات. دي حاجه بترجع لك انت بقى. طيب تعالى في نظره عامه تاني. حبه الشهر اللي بعديه ده كان تاني شهر ليا في تحقيق الربح، وحققت فيه كام؟ 19 دولار و80 سنت. طيب وده طبعا بسبب ان انا في الشهر ده حصلت معايا دروبات. مش هضحك عليك، كلنا بتحصل معانا دروبات، فما نزلتش كتير في الشهر ده الصراحه. حتى كان واضح باني كنتش بنزل بالاربع ايام، وبعدها ما نزلتش 5 ايام كامله ورا بعض. حتى الناس افتكروا ان انا اعتزلت اليوتيوب وما بقتش بنزل، بس ما فيش منه الكلام ده. حققنا فيه 19 دولار و80 سنت، طبعا 48,000 2000 ساعه 686 مشترك، 96 مشترك. وطبعا المحتوى زي ما انت ما شايف، لو جينا دخلنا في الكل هتلاقي ان 31 فيديو، فما كناش رفعنا فيديوهات كتير. تعالى بقى في شهر واحد اللي انا فيه دلوقتي. شهر واحد جايبين فيه 80,000 مشاهده، وده يعتبر اعلى شهر في الشهور اجيب فيه مشاهدات. الحمد لله. الناس كلها بتشتكي من قله المشاهدات، واخوك واقف من الاخر بتحدى الكل. انا هكمل. قله مشاهدات بقى مش قله مشاهدات، كده كده في الاول وفي الاخر التوفيق ده من عند رب العالمين. 80,000 مشاهده يعتبر، والنهارده يوم 27 انا لسه ما كملتش يوم 31 في الشهر. 3,700 ساعه، 1,300 مشترك، وداخلين في ال 40 دولار. طبعا انا عارف ان هي يمكن مش ارباح كبيره، انا عارف، مش هقدر انكر، بس انا عايز اوريك ان الفرق بيبقى عامل ازاي. احنا كنا في شهر 8 4000، في الشهر اللي بعديه 17,000، في الشهر اللي بعديه 45,000، في الشهر اللي بعديه 50,000، في الشهر اللي بعديه 80,000. وطبعا المفروض يبقى في زياده في كل حاجه. يعني في الشهر ده انا جايب 3,700 ساعه، في الشهر ده انا جايب 1,300 مشترك. فده بوريك برضو بالرغم ان احنا ما نزلناش فيديوهات كتير. يعني انت لو جيت دخلت في كلمه المحتوى ودخلت في كلمه فيديوهات اهو 32 فيديو. يعني كده هو اقل، يعتبر مش نفس الشهر اللي فات، بس انت طالما مستمر هتلاقي يوتيوب بيقدرك. متوسط المشاهدات عندنا بقت بتلعب لها، بتوصل ل 6,000 مشاهده في اليوم، و3000 و3000 و2000 و2000 ونص. طبعا دي كانت اقل حاجه في الشهر. تقول لي يا محمد هو انت، انا شايف مشاهداتك قليله. هقول لك بص حضرتك، لو انت بتقدم فيديوهات كبيره المشاهدات دي مش قليله خالص. فانا وريتكم ولسه على وعدي، مش هخبي ارباح، مش هقول ما اعرفش ايه، لا، انا معاك للاخر بعد فضل الله. صل على النبي واذكر الله. السلام عليكم. باي باي.